السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا لا فيديو. اليوم راح نديروا مايونيز بدون بيض. يعني كان عندكم المكونات: قبصه ملح، كاس حليب بارد، زيت زيتون، وملعقه خل. نديروا بها هذا المايونيز وبصلصات واذواق مختلفه. راح نشوفوه في الفيديو ان شاء الله. اول حاجه نديرو الحليب تاعنا البارد في اناء، نضيفو الملح، نضيفو الخل تاعنا، ونضيفو نصف الكميه تاع الزيت، ونبداو نخلطو بالبراميكسور تاعنا. نحكمو البراميكسور تاعنا، ونبداو نخلطو. المكونات حتى تنسجم. هكذا حتى يولي القوام تاعو خاثر. نحطوه في الثلاجة، نحطوه في الثلاجة باش يبرد، ومن بعد نعاود نقولو ليكم. بعد فترة في الثلاجة شوفوا القوام تاعو كيفاه ولا القوام تاعو عاقد شوية اكثر من اللي كان. دوكا نديروا له المنكهات تاعو. نقسموا الكمية الى 4 كميات. بهذه الطريقة نقسموهم الى 4 كميات. اول وصفة نزيد لها الخردل، نضيف لها ملعقة صغيرة شوفوا القوام اللي ولات فيه. هذه مايونيز بالخردل. وطبعا التنسيم والنكهات تقدروا تضيفوا واش تحبوا، هذا يبقى اختياري. شوفوا القوام تاعها كيفاه ولا. اما الخلطه الثانيه شللتها برك المغرفه، نستعملوا الهريسه، ملعقه هريسه، ونخلطه.
حتى يتجانس الخليط. فوالا لاصوص الحاره تاعنا. ننتقلوا الوصفه الثالثه، نغسلوا المغرفه ونولوا. بالنسبه لهذه راح نديروا منكه تاع اندومي، بهارات اندومي. تقدروا تنكهوها باي نكهه اخرى، انا حبيت نكهها بنكهه اندومي. نخلطه. حتى يتجانس الخليط. فوالا القوام تاعها كيفاه ولا. تقدروا تزيدوا تضيفوا لها لا موطارد اذا حبيتوا تعقد اكثر، وهي تحتفظ في ثلاجة، وهي صلصة رائعة يعني رائعة المذاق وبطعم الاندومي. وهذه الصلصة الاخرى اللي بقات لنا نديروا لها ملعقة من النعناع المطحون، وملعقة من المعدنوس، نضيف لها معدنوس، وكاين اللي يديروها بالبسباس ثاني تجي بزاف شابه، تجي كي لاصوب هكذا. اكيد تاكلوها مع وجبه خفيفه من المشاوي ولا تجي بزاف بنينه. هذو هما الاربع صلصات اللي شاركتهم معاكم، ان شاء الله يعجبوكم وينالوا رضاكم. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، واللي وصل لهذه النقطه نتمنى يدعمني بلايك اذا ماشي باشتراك اذا ماشي مشترك، ولايك للفيديو. وسلام، بقاو على خير، باي باي.